السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل طاقية السلطانة إيمان. النهاردة معانا طاقية السلطانة إيمان الزهراني بطريقة جديدة غير اللي موجودة على اليوتيوب، يعني اختلاف شوية في الوصفة وكمان في الحشو، وهنقول سبب تسميتها بالاسم ده، وده الترند الجديد بقى. قبل ما هنبدأ هنصلي على أفضل خير خلق الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. طبعا التسمية دي لما اختلفت شوية في الحشوة والوصفة كمان في المقادير طلعت رائعة، فبصراحة استقطرتها على السلطان وقررت ان انا اخليها على اسمي السلطانة إيمان. وهنقول بقية السبب، بس ما نقول مقاديرنا. معايا 3 معالق سكر انا نزلت بيهم، ومعايا كيس خميرة يعني معلقة كبيرة خميرة، ومعايا كمان 3/4 كوباية مية هنزل بالنص وهسيبه ربع دلوقتي، وابدأ اقلب كويس جدا لما ادوب السكر. ومعايا هنا كوباية الا معلقة زبادي، ده زبادي يا جماعة، ممكن بديله لبن رايب، نتيجته رائعة رائعة رائعة. هقلبه قبل المقدار دوت قد ايه بالجرامات، 240 جرام، بجرامات 240 جرام. هقلبه كويس جدا. ومعايا كمان بيضاية هنزل بيها، هاخد البياض واشيل الصفار. يبقى الاختلاف في الوصفة اللي انا اشتغلت بالزبادي بدل اللبن، ودي الوصفة كل الشيفات اللي ما شاء الله الممتازات عملوها على اليوتيوب من قبلي. انا اشتغلت بالزبادي اداني نتيجة رائعة. كمان حطيت معلقة خل كبيرة ومعلقتين كمان زيت، ومعلقتين الزيت ادوا كمان هشاشة للعجينة رائعة. وهحط كمان زبدة، وهنقول قد ايه ما نيجي عند الزبدة. هبدأ اقلب العجينة، بنزل بالدقيق تدريجيا، وبعد كده بنزل بكمية الدقيق مرة واحدة. الدقيق معايا قد ايه؟ نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، انا نخليه وحاطة عليه رشة ملح. هبدأ اقلبه كده، العجينة طرية بتلزق زي ما انتوا شايفين كده. معايا زبدة قد ايه؟ معايا زبدة 25 جرام زبدة، 25 جرام زبدة. ياخد نصه في يعني العجينة الفانيليا، والنص تاني في عجينة الشوكولاتة. هبدأ اقسمها هنا كده عشان اشغل الفانيليا اللي هي السادة دي طبعا انا حاطة كمان سنة فانيليا يا جماعة مع البيض. هنا خدت حبة الزبدة، حتة الزبدة يعني اللي أنا قسمتها، وهشغل العجينة زي ما قلنا اللي هي عجينة طرية وبتلزق. هبدأ أشغلها كده وهلمها، وهبدأ أعمل كده ببطك في العجينة السادة، واحط عليه هنا كده الزبطت، واشيلها واخمرها في جنب، بغطيها واخمرها. هنا العجينة السادة هحط عليها معلقة كاكاو خام اسباني، وطبعا الكاكاو الخام الاسباني طعمه حلو جدا، فهيديكي كأنه طعم شوكولات. هبدأ ان انا انخله كده، واحط معايا قبل ما ازود مية هبدأ احط الزبدة، لان الزبدة هتلملي الكاكاو. وبعد كده احس معلقة الكاكاو لا مش كفاية، فهحط معلقة ممسوحة كمان معايا، لان عشان اخد اللون المظبوط. يعني خدت بالظبط معلقه ممليه ونص معلقه كمان عليها، يعني معلقه ونص. وابدا اخد نقطتين ميه كده، قيمه معلقتين ميه، ألم بيها العجينة لغاية ما العجينة تتلمي معاكي. طبعا احنا قلنا كمية السوائل تختلف من دقيق لدقيق، يعني ممكن تاخدي انت معلقتين أو 3 حسب ما تتلمي معاكي عجينة طرية زي ما انت شايفة كده. هلمها كده واحطها في كيس لما تخمر وتضاعف حجمها. ودايما نقول ما نعليش في الخمران، يعني ما نزودش الخمران لدرجة الريحة بتاعة الخميرة تطلع والخمران يبقى اوفر قوي. هي اتضاعفت خلاص، هبدأ اشتغل بيها. هنا العجينة قلت بتلزق وطرية عشان انا هحتاج دقيق كمان تحتها، فلو العجينة ناشفة وحطيت دقيق هتبقى العجينة ملكومة معايا، وهتيجي تدخليها في الفرن هتطلع ملكومة معاكي، مش هتطلع هشة كده ومورقة معاكي. فاتت معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم خلوا العجينه هشه مع الزبده. والزبده طبعا بتطعم العجينه. هبدا افردها على شكل مستطيل كده، وهشيلها في جنب، وافرد العجينه اللي هي بالشوكولاته نفس اللي هي قصدي بالكاكاو نفس الطريقه، يعني قدامي كده عشان اشوف بعيني الشكل المظبوط. هنبدا نفرد كده. قلت سبب تسميتها اللي انا حطيت لها يعني عززت القيمه الغذائيه بتاعتها، خليت طعمها حلو. وكمان الحشوه لقيتها كمان، يعني حطيت في الحشو حاجه. هنا هقلب الدقيق ده يبقى من فوق، ما تخليش الدقيق من تحت، يعني خلي الارضيه اللي كانت تحت هي الوش.
وهتبدأي تنفضي الدقيق تماما تماما عشان ما يديش كتمان للعجينة. وهنا في المرحلة دي هنفض الدقيق، وعشان بقى برضك ادي العجينة طروة هدهنها بمعلقة زبدة سايحة، وابدأ احط الشوكولاتة. هنا الحشوة بقى عززتها، ما انا قلت لكم حشوة السلطانة امان، يعني لازم ادلع نفسي قوي. حطيت الموز، وبعد ما حطيت الموز طبعا على من القيمة الغذائية، وكمان كان طعم الموز مع الشوكولاتة لما ساحت رائع جدا. فلما عملتها وعجبتني بصراحة استكترتها على السلطان، فقلت لا أنا هسميها السلطانة إيمان. وفعلا قطعت حتة لزوجي ورحت قلت له شوف بقى الترند الجديد ايه رأيك فيه؟ قام قال لي ايه ده؟ قلت له دوق بس. قال لي طعمها حلو جدا. قلت له ايه رأيك؟ دي السلطانة واحنا بنحشي وبنلف هنا يا جماعة لازما ايه ما تسيبيش فراغ، يعني لفي اضغطي الحشوة مع العجينة ولفي، ما تسيبيش فراغ عشان ما تديش هواء جوه العجينة، اكنك بتعملي عيش فينو بالظبط. هنلفها طبعا بالطريقه دي، انتوا عارفينها وشفتوها من الاساتذه بتوعي الشيفات كلها اللي على اليوتيوب عملوها بنفس الطريقه. انا هسيبكم بقى تتفرجوا واكملكم حكايه السلطانه. قال لي سلطانة ايه؟ قلت له السلطانة ايمان الزهراني. قام قال لي مين ايمان الزهراني؟ قلت له انا، ولا انت ليك رأي تاني؟ طبعا بحكمة ودهاء كده سكت كده وعقله سطح يعني شوية، حسيت كده اللي هو خياله راح للمرأة والسطور والاكياس اللي جايبها لي امبارح، فبدأ يخاف. قال لي طبعا احسن سلطانة، وطبعا ده من ذكائه وحكمته، ربنا يحفظ ازواجنا كلهم يا رب. وطبعا الطريقة دي منتشرة على اليوتيوب زي ما قلت لكم، بس باختلاف شوية في المقادير وكمان في الحشوة. ما التزمتش بالحشوة الشوكولاتة اللي هم عاملينها، حطيت موز معاها لاني بصراحة بحب الموز معاها. هتبروميها زي ما انت شايفة كده وهتنقليها في صينية، بس هو هي امان او بتخش على درجة بكون محققة الحرارة قبل ما ادخلها. وهنا الصينية مقاس 24، طبعا هتأكد من المقاس، بس هي كانت أصغر صينية يعني في الطقم. هحط لكم مقاس الصينية في صندوق الوصف، وبقفلها هنا كويس واتأكد ان انا قافلاها كويس. وهبدأ احطها في مكان دافي او في قلب البوتاجاز لغاية ما حجمها يتضخف كده معايا، وبرضك مخليش الخمرين يزيد بشكل اوفر عشان العجينة لو دخلت الفرن هتهبط. هنا لما اتضاف حجمها كان معايا صفار البيض اللي انا حط عليه معلقتين لبن، وحطيت عليه سنة فانيليا، وهبدأ ادهن الوش. طبيعي انا كمان مش بحب صفار البيض، بس مع الفانيليا ما كانش باين الصفار، وده اللون معاكم يعني اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. دخلتها على فرن سخن مسبقا، شلت يعني الرف من النص اللي تحت النص بشويه. قعدت في الفرن معايا 40 دقيقة وطلعت بالجمال والعظمة دي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رائعة رائعة رائعة. كتجربة ليا الوصفة ممتازة. طبعا رائعة، طعمها حلو. الموز مع الشوكولاتة ناقلها في حتة تانية. ممكن تحطي مع الشوكولاتة فول سوداني، ممكن تحطي اي حاجه انت حباها. انا عامه بحب الموز مع الشوكولاته. ما شاء الله العجينه هشه. طبعا انا مقطعها لكم وهي سخنه يا جماعه، والله كانت لسه طالعه من الفرن، يعني يا دوب بس كده جبت الطبق وقطعتها. طعمها رائع، الشوكولاته سايحه فيها. ممكن تحطي كمان كميه الشوكولاته اكتر من كده، ممكن تحطي شوكولاته قابله للدهن مع الشوكولاته اللي هي الخامه اللي انا حطاها. الحاجة يعني بصي بيرجع لك صوص الشوكولاتة، بصي تتك عليه ينزل كده صوص الشوكولاتة. العجينة تحسي بقى، ودي الميزة فيها اللي هي موبقة، معلقتين الدقيق اديها توبيقة. طبعا لما كنت بصور لنفسي وحاسة ان الكاميرا مش جايبة حلو جدا، وقاعدة نفسي حد يخش عليا ياخد مني الكاميرا ويساعدني في التصوير، بس ده يعني الحمد لله. انا بصوا بتك صوص الشوكولاتة والموز باين في النص ازاي. رائعة جدا جدا. طبعا الحتة اللي انا في ايدي دي وهي سخنة كده أكلتها، يعني وهي سخنة كده أكلتها. هنا بصوا قاعدة أجيبها يمين وشمال، نفسي اللي أنا الصورة أحس اللي هي مظبوطة. الحمد لله. طبعا انا ما عملتش حاجه جديده، زي ما قلت لكم كل الشيفات الاساتذه بتوعي عملوها على اليوتيوب وما شاء الله كانت رائعه معاهم. بس العجينه معايا مختلفه شويه في الوصفه، المقادير يعني، وكمان في الحشو. العجينه زي ما انتم شايفين هشه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، رائعه رائعه.
تستحق بقى اللي أنا أسميها السلطانة إيمان ولا ما تستحقش؟ طبعا كل واحدة لازم تشوف نفسها سلطانة، ومحدش هيخليكي سلطانة أو زوجك هيشوفك سلطانة إلا إذا كنت انتي شايفة نفسك سلطانة جميلة في كل حاجة، في شكلك وفي طباعك وفي كل حاجة. أي نعم فينا طباع وحشة، النرفزة والعصبية والزعيق مع الولاد، بس برضك بنحاول نغير من يعني أسلوبنا شوية، ربنا يهدي ولادنا، اللهم استعملهم ولا تستبدلهم. بس لازم انت تشوفي نفسك سلطانة، لازم تكوني شايفة نفسك سلطانة، ومعنى كلمة سلطانة يعني ملكة في نفسك، جميلة حلوة متجددة. ربنا يا رب يحفظ بيك ويجعلها دايما عامرة